المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. جهود للدفع بالنشاط الزراعي في مشروع فيسكو. معاقبة مؤسسات إلكترونية قامت بتوزيع إنتاج الأفلام بطرق غير قانونية. مستشفى تسني يعمل جاهدا للحد من الأمراض المعدية. بوركينا فاسو تعلن التعبئة العامة لمواجهة الجماعات المسلحة. لولا دا سيلفا في الصين لتأكيد عودة البرازيل إلى الساحة الدولية. وأمريكا تعلن اعتقال مسرب وثائق البنتاغون. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يقوم مشروع فيسكو الزراعي الكائن أسفل سدي فانكو سمو وفانكو راوي بجهود للدفع بالتنمية الزراعية وتطويرها. وأوضح مدير المشروع السيد تاد سيف السهية تحقيق نتائج مرضية من زراعة الطماطم لسد متطلبات مصانع بناتون في ألبو وأفهمبول والإسهام في الحياة الاقتصادية لسكان المنطقة. وذكر المسؤول الفني في المشروع المهندس سهل أبرهان المشروع ينمي الطماطم والفلفل الأحمر والبصل من الخضروات والمانجو والبرتقال والتمور من الفواكه، بالإضافة إلى تربية الأبقار والأغنام والإبل. وأشار إلى أن وفرة المياه والبنية التحتية الزراعية أسهمت لتنمية مروية لمساحة حوالي 2000 هكتار. ويعتبر مشروع فيسكو الزراعي جزء من المشاريع الزراعية للمنطقة الجنوبية الغربية في إقليم القشبركة. في إطار أعمال المراقبة التي ظل يجريها فرع القانون والنظام في الإقليم الأوسط، قام بمعاقبة 25 مؤسسة إلكترونية كانت تنشط في أعمال توزيع إنتاج الأفلام بطرق غير قانونية. وأوضح مسؤول الفرع العقيد تسفا ميكائيل تسفاسيون كان في حوزة المؤسسات المذكورة إنتاج أفلام تحتوي على أعمال مشينة ومخالفة للثقافة والأخلاق تم تنزيلها من النت واليوتيوب. وقد تم تغريم 10,000 نقفة لكل مؤسسة وإغلاقها لفترة شهر واحد، داعيا تلك المؤسسات للشعور بالمسؤولية الوطنية على المحتويات التي كانت تنشرها. وذكر أعضاء الفرع الآباء لمتابعة أبنائهم من أجل تسخير التكنولوجيا في التعليم الأكاديمي والمعرفة المفيدة والتطور، وعلى الجهات المعنية تكثيف حملات التوعية. وذكر الأشخاص الذين أدلوا بإفاداتهم لوكالة إيرينان المؤسسات الإلكترونية المغرمة قليلة جدا، داعين لتكثيف أعمال الرقابة في أسمرة وخارج أسمرة. أفاد مسؤول قسم مراقبة الأمراض غير المعدية في مستشفى تسني السيد يوناس تكي أن المستشفى يسعى جاهدا لمراقبة الأمراض غير المعدية. وأوضح بأن القسم ينشط في متابعة ومعالجة أمراض السكري والضغط والأمراض القلبية، مشيرا إلى زيادة تلك الأمراض على مستوى المديرية في الوقت الحالي. وأشار إلى أن المستشفى يقوم بإجراء متابعة منتظمة لحوالي 3000 شخص، داعيا المواطنين لمتابعة أوضاعهم الصحية كل 6 أشهر، مدركين خطورة أضرار الأمراض غير المعدية وتسببها في الوفيات والإعاقة أيضا. وأوضح السيد يوناس بأن زيادة الوزن والحركة الجسدية الضئيلة وعدم تناول الغذاء السليم والتعاطي المفرط للكحول وغيرها من المكيفات تعد من الأسباب المؤدية للأمراض غير المعدية. ولمكافحة ظاهرة وأضرار هذه الأمراض يجب على المواطنين ضرورة تناول الأدوية المقدمة لهم بانتظام والعمل بالإرشادات الصحية جيدا. وذكر أن المعدات الصحية الحديثة المنشأة في المستشفى تلعب دورا كبيرا في تلبية المتطلبات، وما يسهم ذلك في تقليل المنصرفات وهدر الوقت. وأفاد المستفيدون من خدمات المستشفى بأن الإرشادات الصحية المقدمة لهم ظلت تظهر تحسنا ملموسا في حياتهم الصحية. عقد قسم وزارة السياحة في إقليم شمال البحر الأحمر اجتماعا يوم 10 من أبريل لتحسين كفاءة وجودة المرافق الخدمية.
وأوضح مسؤول تصريح العمل ومراقبة الجودة في القسم السيد موسى إبراهيم لدى لقائه أصحاب المرافق الخدمية، أوضح أن على المرافق الخدمية تسيير أنشطتها بالتعليمات والمعايير المقدمة وتصريح العمل، وشدد على أهمية التدريب لتطوير العمل، داعيا لتنظيم الدورات التدريبية في العمل والطهي وتقديم الطعام واستقبال الضيوف وإدارة المال والممتلكات. وأشاد المشاركون على أهمية التدريب والتأهيل منادين لإيقاف المرافق التي تعمل دون تصريح عمل. من جانبه أوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد صالح إبراهيم كاكاي أن المديرية تضم ميناء عدوليس الأثري ومناطق البخار الطبيعية ومواقع سياحية أخرى، وعلى المرافق الخدمية تحسين جودة خدماتها وضعا في الاعتبار لهذه المواقع السياحية. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أصدرت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو مرسوما يقضي بالتعبئة العامة بغية إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة لمواجهة الهجمات الجهادية التي تشهدها البلاد. وجاء في بيان للرئاسة نشر عقب اجتماع حكومي أن المرسوم يتعلق خصوصا بإعطاء إطار قانوني لجميع التدابير التي يتعين اتخاذها للتعامل مع الوضع الذي تشهده بوركينا فاسو. ويأتي إعلان التعبئة عامة بعد أيام من مقتل 44 مدنيا في هجومين على قريتين في شمال البلاد. وأدت هذه الهجمات إلى نزوح ما يربو على 2,000,000 شخص وقتل الآلاف في أعمال العنف في بوركينا فاسو. وتسببت الاضطرابات في الانقلابيين نفذها الجيش العام الماضي متعهدا باستعادة السيطرة على البلاد، لكنه فشل في وقف إراقة الدماء. أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن بلاده عادت إلى الساحة الدولية في اليوم الأول من زيارة دولة يقوم بها إلى الصين سيركز خلالها خصوصا على النزاع في أوكرانيا. والتقى الرئيس البرازيلي نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين على أمل تعزيز العلاقات بينهما بعد أن انتقد بشدة صندوق النقد الدولي وهيمنة الدولار الأمريكي. وقال الرئيس البرازيلي: ولا زمن غياب البرازيل عن القرارات العالمية الكبرى، وعدنا إلى الساحة الدولية بعد غياب يتعذر تفسيره. وتعد الصين سوق التصدير الرئيسية للبرازيل، وبلغت قيمة هذه المبادلات 150 مليار دولار في 2022، بينها سلع ب 89.7 مليار دولار صدرها البرازيليون إلى الصين. أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اعتقال مسرب وثائق البنتاغون بعد عملية مراقبة ومتابعة. وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند إن عملية الاعتقال تمت بدون أي تعقيدات، مضيفا أن التحقيقات مستمرة والمشتبه به سيمثل أمام محكمة في ماساتشوستس. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن مسرب وثائق البنتاغون عضو في مخابرات الحرس الوطني الجوي في ماساتشوستس. وفي أبريل الجاري نشرت صحيفة نيويورك تايمز أنباء عن تسريب وثائق سرية للبنتاغون تركز بشكل أساسي على الحرب في أوكرانيا. وكان البيت الأبيض أعلن إطلاق تحقيق عبر الوكالات الحكومية الأمريكية للتحقق من صحة وصلاحية وثائق ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، تتضمن معلومات متعلقة بأوكرانيا وحلف الشمال الأطلسي الناتو وكوريا الجنوبية وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة ومختلف دول العالم. حصل اللقاح ضد الملاريا من جامعة أكسفورد على أول موافقة له، وذلك في غانا التي تكثف جهودها لمكافحة المرض الذي ينقله البعوض ويقتل طفلا كل دقيقة وفق ما نقلته رويترز.
يأتي هذا اللقاء ضمن مساع تركز على مواجهة المرض الذي يودي بحياة أكثر من 600 ألف شخص سنويا، معظمهم أطفال في إفريقيا، وإعاقة دورة الحياة المعقدة للطفيلي المسبب للملاريا جهود تطوير اللقاحات لفترة طويلة. وبعد عمل استمر عشرات السنين حصل أول لقاح للملاريا، وهو ماسكريكس الذي تنتجه شركة الأدوية البريطانية GSK على موافقة منظمة الصحة العالمية العام الماضي، ولكن نقص التمويل والفرص التجارية أعاق قدرة الشركة على إنتاج القدر اللازم من الجرعات. نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. جهود للدفع بالنشاط الزراعي في مشروع فيسكوم. معاقبة مؤسسات إلكترونية قامت بتوزيع إنتاج الأفلام بطرق غير قانونية. مستشفى السنة يعمل جاهدا للحد من الأمراض المعدية. بوركينا فاسو تعلن التعبئة العامة لمواجهة الجماعات المسلحة. لولا دا سيلفا في الصين تأكيد عودة البرازيل إلى الساحة الدولية. وأمريكا تعلن اعتقال مصادر وثائق البنتاغون. انتهت نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.